افريقيا أكد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي على أن هدف أسود الأطلس هو التقدم إلى أبعد مرحلة ممكنة، متوقعا في الوقت ذاته أن تكون المباراة صعبة على الطرفين. ربع نهائي كأس أفريقيا، عندما نرى البطولة مع المباراة الكبيرة نلاحظ أن الفرق الكبرى كلها موجودة. الكاميرون لا يستحق أن نعرف به كالعادة. هدفنا وهو أن نتقدم إلى أبعد مرحلة ممكنة في بلدنا. ستكون مباراة صعبة. رأينا أن هذا النوع من المباريات كان صعبا على العديد من الفرق. الكاميرون سواء كان في كأس أفريقيا أو في كأس العالم هو فريق كان أفضل الفرق الأفريقية، وقد أثبتوا ذلك في هذه البطولة. نتوقع مباراة كبيرة ونأمل أن نقدم صورة جيدة لكرة القدم الأفريقية، وبالنسبة لنا أن نصل إلى النصف النهائي كما هو أملنا. وبخصوص حالة اللاعبين، قال الركراكي إن حمزة إيكمان تعافى وكان قريبا من المشاركة في المواجهة الماضية، كما تطرق للحالة الصحية لكل من غانم سايس وسفيان مرابط. حمزة عاد بعد أن كان مصابا وهو جاهز، كان جاهزا للدخول مشاركة في المباراة التالية، لكن لم نتمكن من ذلك. وأمرابات الذي ما يزال يعاني من إصابة، ونأمل أن نستعيده، غير أنه ليس في وضع الآن يمكن استخدامه في المباراة أو بعدها. هو يبذل كل جهد ممكن لكي يكون جاهزا 100%. روما أيضا ما يزال يحاول التعافي، وأعتقد أن هذا ما يتعلق باللاعبين المصابين. فيما عدا ذلك جميع الآخرين جاهزون. المنتخب المغربي إذن أمام اختبار صعب ولعله الأصعب في هذه البطولة أمام نظيره الكاميروني، المنتخب الذي بدأ متماسكا، منتخب بدأ وكأنه جاء لينافس على لقب هذه البطولة وليس كما ظن الكثيرون. أرحب بكما مرة أخرى زيدان وهشام. اليوم الحديث كله عن عقدة المغرب أمام الكاميرون. هل ترى اليوم أن هذه العقدة مرجح أن تستمر؟ أتمنى تكسيرها، وهذه حقيقة عندما نتكلم عن العقدة فنحن نتكلم على المواجهات بين منتخبين كبيرين. فشفنا تقريبا 6 انتصارات للمنتخب الكاميروني مقابل انتصار واحد للمنتخب المغربي و5 تعادلات، فالكفة تميل إلى المنتخب الكاميروني. اليوم لكل عهد رجال، اليوم عهد آخر. نتمنى بكل القلب الخالص بأن بالإمكان المنتخب المغربي أن يكسر هذه نقولوا هذه الأرقام، ولكن للأمانة فقط مقابلة صعبة، ليست بالسهل. فنتمنى صراحة تكسيره. ولكن إلا جيتي تشوف أخي جهاد، تاريخيا وبالضبط في كرة القدم الإفريقية لا يفوز بها أحيانا الأفضل أو الأحسن كرويا عطفا على اسمه وتاريخه، بل من يسير المقابلة بطريقة جيدة ومن يكون حاضرا. وهذه أرقام أعطتنا تاريخيا المتتبعين لكرة الإفريقية. ياما كان منتخبات قوية على الورق، ولكن في الميدان أعطتنا نتائج عكس ما كنا ننتظر آخر. بمعنى أن بالإمكان للمنتخب المغربي اليوم بهذه الخامة اللاعبين وفي الثورة الكروية الموجودة بإمكانه تكسيره. ليس كما تنقول لك ليس بالسهل، لأنه سيصطدم مع منتخب جد قوي وسنتكلم عليه بالتفصيل. وأنت تعرف بأن بعد كما تكلمنا عليه قبل، بعد الهزة التي صارت داخل الكاميرون وتغيير جلد الكاميرون بتغيير أسماء بلاعبين آخرين بشباب وبمدرب جديد، والدليل الصورة الممتازة اللي بان بها الكاميرون. بمعنى سيعطينا طابق كروي مهم جدا
بكره ان شاء الله. المنتخب المغربي على مر السنوات امتلك اجيال كبيره في كره القدم، جيل كان يسلم جيل، ومع ذلك كان يخسر امام المنتخب الكاميروني. اليوم لماذا ننتظر ان تفوز المغرب بهذا الجيل، مع العلم انه هذا ليس افضل اجيال الكاميرون؟ ممكن يعني هو المباراة مباراة قوية جهاد، يمكن ده الاختبار الحقيقي فعلا للمنتخب المغربي. يمكن بالنسبة لي هي الكاميرون أقوى فرقة من كل المباريات اللي فاتت، هي اللي هتلاعب المغرب، هي أقوى فرقة بالنسبة لي كل المباريات اللي فاتت. يمكن المغرب محتاجة الفوز دوت عشان تثبت كمان إن هي معاها جيل برضه قدر يتعمق في المباريات الأفريقية، قدر يوصل لأبعد نقطة. المنتخب الكاميروني عنده نقطة مهمة يا جهاد، ان هم شايلين من عليهم الضغط، وبالذات رئيس الاتحاد الكاميروني ايتو شايل من عليهم الضغط خالص، عنده لعيبه صغيره عايز يديها فرص. عشان كده منتخب الكاميرون بيلعب دايما باريحيه، ويمكن عمال عايز يوصل لابعد نقطه من غير ما حد يحس بيه، رغم ان كواليتي اللاعبين اللي موجوده معاه جوده لاعبين مميزه، جوده لاعبين عاليه، عندهم سرعات، عندهم تحولات، عندهم برضو خط امامي مميز. ولكن المنتخب المغربي انا شايف ان الجيل اللي موجود حاليا يعني برضو من اقوى الاجيال. لكن مساله الضغط اللي تحدثت عنها، وليد الركراكي تعامل معها بذكاء كبير. الجميع يعلم ان المغرب هو المنتخب اللي تحت الضغط في هذه المباراه، لكن عندما سئل وليد الركراكي عن هذه النقطه قال سنخوض هذه المباراه، لكن أمامنا كأس عالم يجب أن نقوم بالتحضير لها في الوقت اللي الكاميرون ليس لديها إلا هذه البطولة من أجل العودة مرة أخرى إلى المنصات وإلى كبار القارة إذا صح التعبير. بمعنى أن الكاميرون إذا لم تحقق الانتصار في هذه البطولة بهذا الجيل، بوجود رئيس اتحاد مثل سامويل إيتو كما قلت، الكرة الكاميرونية ستسقط سقوط مدوي. ستسقط. بس ده على فكره يا جهاد ده ممكن تصريح يبقى عكسي لصالح الكاميرون، انك انت بينت ان الكاميرون ما عندهاش غير البطوله ديت، فممكن حتى يبقى يعني حافز اكبر. طبعا، لكن ضغط اقل على المغرب، ضغط اكبر، يعني هو حافز اكبر، ضغط اكبر. ولكن يا جهاد المغرب برضو مطالب ان هو يجيب البطوله. صحيح. انت بتلعب على ارضك، بتلعب وسط جمهورك، انت اللي منظم البطوله، عندك جيل جاب رابع عالم، عندك فئات سنيه مميزه، عندك لا احد يشكك في الضغط الواقع على المغرب من اليوم الاول، لكن في كل مباراة خاضها المنتخب المغربي كان هو من يتحمل العبء الأكبر من الضغط أمام كل المنتخبات. اليوم نوعا ما كم تغيرت الصورة هشام مع الكاميرون؟ يعني كم أصاب نوعا ما الحقيقة الركراكي عندما تحدث على هذه النقطة؟ الكاميرون منتخب فشل في التأهل إلى كأس العالم، وبالتالي الجماهير الكاميرونية اليوم تضع كل ثقلها على هذه البطولة. خسارتها ستعني الكثير بالنسبة للكاميرون. أنا أرى العكس، والدليل على أن عندما تم اتخاذ القرار من عند إيتو ومن عند الاتحاد الكاميروني لتغيير أسماء واللاعبين الكبار بلاعبين شباب، هنا تنقول لك بأن يمكن الكاميرون يكون عنده مستقبل أحسن، لأن تتعرف هذه القاعدة أغلبها من الشباب، مدرب محلي وأكثرهم الشباب، بمعنى ستكون قاعدة مهمة حتى في عدم انتصار او الفوز بكاس افريقيا، فهو تنقول تيبني فريق للمستقبل. هذه تقدر تكون حافز بالنسبه للمنتخب الكاميروني، زائد تحفيز كبير اللي جاي من عند رئيس الدوله. شوف، المدرب الذكي دائما تكلمنا عليه مرات، هو اللي تغير التحفيز. صحيح. الاولى اللي تغير الضغط السلبي الى تحفيز ايجابي. وحنا مغربي وتنعرف، انت تعرف يا خويا جهاد، راه 50 سنه لم يفوز بكاس افريقيا. اذا دابا كل شيء لماذا تينظر لهذا المنتخب بالضبط؟ الضغط اللي على المدرب، هو كل المدربين وكل الفئات كلهم توجوا، فكلهم تيشوفوا لماذا لا يتوج. المشكلة أنه هذا المنتخب هو الذي سيتوج عمل كل هؤلاء المدربين، وكلهم تنتظر. هو عمل المنظومة كاملة يتوقف على
ابعد من هذا. متفقين عليها اذا لم نفوز بهذا الجيل متفقين، معنا. لكن وانا هذا من لا وجهه يعني نظري يا جهاد ان وليد كان لازم يركز في البطوله. خلاص انت كده صاعد كاس عالم، انا لازم اركز في البطوله واخلي هو اللعيبه تركز المشكله في مش البطولة. عارف يركز، لانه كل يوم بيذكروه بنفس بالاجيال اللي توجت الله يحسن عوانه في بطولات مش سهل، في مش بطولات سهل. يعني صحيح عديده صحيح. سواء افريقيه او اولمبيه او حتى وكان عندنا بطولات كاس العالم. كان عندنا جيل ممتاز. صحيح. 1986 زكيب ودربالة وكريمو. طيب. ولم نفز ايضا. لاعب المنتخب المغربي حمزة إيجامان أكد أنه جاهز بنسبة 100%، موضحا أنه يعير اهتمامه للمدة التي قد يشارك فيها في اللقاء. احنا كنشتغلوا كفريق، ما كيهمنيش زعما نلعب ولا ما نلعبش. زعما انا وجدت زعما 100%، وكيف ما قلتي لحتاجني مدرب غادي ندخل، وما عنديش ما عنديش لا بريسيون كاع. نقدر ندخل دقيقه 2 دقائق غادي نقدر نلعب، ما عنديش مشكل في هذا الشيء كاع. جيل ذهبي كبير تمتلكه المغرب حقيقة في كرة القدم، لا تعرف عند أي اسم تتوقف من هذه الأسماء. كان الله في عون الرقراقي على هذه الأسماء صراحة. طيب اليوم يعني إبراهيم دياز وما يقدمه منذ بداية هذه البطولة، هل سيدفع لإعادة النظر في وضعيته مع ريال مدريد؟ هو تتعرف المارك ديال اللاعب او جوابه دائما تنتكلموا على في هذه المقابلات والمنافسات. فكيف يمكن ان ترد على تشافي والريال مدريد في هذه المنافسات؟ تكون دائما الجودة الفردية هي اللي تتعطيك بعض المرات انتصارات، وكان دائما سببا لا في التمرير ولا التمديد ولا حتى في التسجيل. اذا نقولوا دياز تيلعب دور محوري جدا الركراكي وداخل المنظومه الكرويه، وهذا هما الستايل اللاعبين اللي تنريد لا يتكلموا كثيرا ويعملوا اكثر داخل رقعه الميدان حاضر، رغم ان التغييرات احيانا لم نفهمها نحن ايضا، لان تغييراته في الوقت اللي تنشوفه هو دائما الافضل. وجوده في البازل ديال 4-3-3 وتنعرفوا كيفاش تخرج على الاطراف، كيف تدخل حتى من الخط الثاني، تمريراته جيده. وما يتفوق به دياش هو في المراوغات الفرديه ديالو هنا في هذه السرعه وفي تغيير الاتجاه. من هذو من الوسائل المهمه اللي عند هذا اللاعب. هناك عمل من وراء هذا للامانه، فقط لان الركراكي كان واضحا مع الولد، لان كان تنتظر منه اكبر. اليوم في المنظومه الكرويه على حساب الفرق اللي تتلعب معها إعادة النظر مش سهلة، لأن متى تلعب 4-3-3 إما يكونوا 3 على الأطراف أو تكونوا على الداخل، بلاش اللي كينعطيو المساحه دائما يا الحكيمي يا المزواري. منين تيدخل على الاطراف بعض المرات هنا تنحتاجوا ذاك الفك، ذاك الشفره في كتله نقولوا العدديه. هنا فين تلقاو الاضافه ديالو في المراوغه وانا كنسوان، ومنين تيطلع حكيمي فتيكون هاد الثنائيات تنكونوا احسن. بمعنى ان الجواب صريح، الناس في مدريد تعرفوا المردود ديال الولد هل هو مظلوم ام لا، فتنقول كل هذه المقابلات تترجع له بالفضل. بالعكس، لان شفنا الولد في دياز في المدريد ما تلعبش كثير، وهذه من النقاط السلبيه اللي تترجع على الولد محتاج يلعب خاصه قبل كاس العالم الان. يعني لا هو بالنسبه له ممتاز للغايه اليوم تلعب، ولكن ما هو اللي تنقولوا اللي ترجع سلبا؟ مين ترجع لك ريال مدريد ما يلعبوا كثيرا، وهذه ما تترجع لهش بالفضل. اذا اللاعبين اللي تعطوا دائما الافضليه في المنتخبات اللاعبين اللي تيلعبوا اكثر. نعم. اليوم ابراهيم دياز كم منح وليد الرقراقي خيارات اكبر على ارض الملعب بتغيير طريقه اللعب، بتغيير التكتيك، باي تغييرات يستطيع ابراهيم دياز ان يتماشى معها ويتكيف معها ويبنى عليه اللعب. هو لعيب مميز يا جهاد وعنده مرونه تكتيكيه. دايما المرونه التكتيكيه يا جهاد بتساعد المدرب ان يقدر يحط اللعيب في كذا مكان، تحت المهاجمين يحطوا جناح يسار، جناح يمين، ممكن كمان في بعض الاوقات يلعب مهاجم صريح. فاعتقد ان هو ادى لوليد حلول كتير، وفي نفس الوقت يا جهاد ادى كمان لزمايله داخل الملعب. يعني من افضل الناس اللي بتعمل اسيست، من افضل الناس اللي بتروح على الجون. صحيح. ما عندوش خوف كمان، رغم ان هو في ريال مدريد زي ما قال كابتن هشام ما بيلعبش كتير، ولكن شفنا عنده ثقه كبيره مع المنتخب المغربي بشكل رائع، شكل مميز. كمان في تعاون بينه وبين زمايله، وكمان اللعيبه بدات تجهد ان هي تثق فيه وتلعب عليه هو. يعني اغلبيه دايما اسيستات بتروح له هو، لان عارفين ان هو في 1 ضد 1 مميز، في
الكروسات مميز، في ال1 2 مميز، في ال1 3 مميز، لو كمان هيلعب مثلثات مع زمايله مميز. كورته الصراحه كره مميزه رائعه، الكره اللي على الارض كمان بيروح على الجون وبيشوط من اي مكان، ودي مميزه يعني من زوايا مغلقه جدا بيشوط. شفنا الجون الاخير اللي هو جابه، ويمكن كمان كان خطا الحارس، ولكن الحارس ما توقعش في زاويه ضيقه جدا وعمل الشوتنج بشكل رائع، شكل مميز وسجل منها، ودي من الحاجات اللي بتميزه الصراحه. فانا شايف اللي هو لعيب اضافه كبيره للمنتخب المغربي. محتاج كمان ان هو وليد يديله مباريات اكتر، هيفرق معاه كمان في كاس العالم جهاد، لان انا شايفه لعيب بيدي حلول لوليد، حلول تكتيكيه، حلول كمان فنيه، عنده كمان سرعه، من افضل اللعيبه كمان اللي بتعمل التحولات يا جهاد، ودي مهمه. يعني وليد مديله كمان مساحه، مديله كمان حريته، افضل اللعيبه من افضل اللعيبه اللي بتعمل لك التحولات وبيوصل الفرقه في اي وقت للجون، فدي بتعجبني فيه وفي اقل توقيت. فلعيب زي ده انت لازم تحافظ عليه، ولازم تديله كمان وقت اكتر، ولازم يبقى عندك ثقه فيه كمدرب، لان وليد فعلا في بعض الاوقات دايما في تشكيلات بيعملها ما بتبقاش مفهومه، هو اللي بيبقى فاهمها. فانا نتمنى اللعيب اللي بيمشي دايما بالمستوى ده وبيديك حلول وبيديك خيارات مميزه، وان عنده كمان مرونه تكتيكيه تقدر تحطه في اي مكان، هو اللي بيبقى متواجد في الملعب. لكن هذه هي النقطة الأساسية اللي قال ممتازة للغاية أخويا جهاد، لأن في الظروف القاهرة عندما تكون عندك إصابات وبالضبط مشى لك أناحي، وهذا اللاعب اللي تنقولوا احنا يمنحك الحلول ابراهيم، تيعطيك حلول وتساعدك حتى فاش تلقى هذا التوازن، وبالعكس بين الوسط وبين الأطراف. فهذا دائما المدرب تيكون محظوظ كثير عندما يكون عنده هاد اللاعبين نقولوا تيجيدوا مراكز اخرى. طيب اذا ابراهيم دياز حتى الان في صداره ترتيب الهدافين ب4 أهداف، سجل حتى هذه اللحظه واحد من اميز اللاعبين في البطوله الافريقيه الحاليه. نتحول الان مشاهدينا الى ناتالي الرتيسي واولى فقرات. شكرا لك ناتالي. أكد مدرب المنتخب الكاميروني ديفيد باغو على صعوبة المواجهة أمام المغرب في ربع النهائي، مشيرا إلى أن لاعبيه الشباب يطمحون لكتابة التاريخ وإضافة أسمائهم إلى سجلات المتوجين، فيما ركز اللاعب كريستيان كوفاني على كامل استعدادهم لهذه المواجهة. الماضي لا يضمن الحاضر، نحن بكامل التركيز، وترى أنه إلى حد الآن المغرب هو في قمة تصنيف المنتخبات الإفريقية. علينا أن نتحداهم، لن يكون الأمر سهلا، سوف نحاول ونلعب بنقاط قوتنا، لذا دعنا نستمر في التركيز. وهناك لاعبون شباب وأكثر شبابا يريدون تدوين اسمهم في سجل الألقاب الإفريقية، فدعنا نتركهم يتقدمون خطوة خطوة. كأس أفريقيا هي إحدى أفضل البطولات. أنا لعبت في الفئات السنية وشاهدت مباريات كأس أفريقيا في التلفزيون، أصبح هذا الآن واقعا. بالنسبة لمباراة الغد نحن نستعد بشكل جيد ومركزون، ونعرف أن المباراة ستكون صعبة، لكننا مستعدون لأي شيء. دور ربع نهائي من نار إذن يضم منتخبات هي أبطال لكأس القارة، ربما باستثناء مالي التي لم تتوج بهذا اللقب من قبل. كنا نتحدث عن إبراهيم دياز ودوره في المنتخب المغربي قبل أن نتحول إلى فقرة الصحافة. لو أنهينا البطولة اليوم وطلبت منك أن تمنح جائزة أفضل لاعب في البطولة، لمن ستمنحها اليوم؟ هو الواحد اللي المردود ديالو جيد مع المنتخب المغربي، لان الاستمراريه وحضوره وتاثيره في المنظومه. انا بالنسبه لي هو صعب مقارنه مع الاخرين، ولكن انت تشوف الاستمراريه. لكن للامانه اميز اثنين لاعبين هم ابراهيم دياز ولوكمان مع المنتخب النيجيري. لوكمان طبعا مع المنتخب النيجيري مميز رائع، يعني هو ورقه رابحه بالنسبه للمنتخب النيجيري مع اوسيمين، يمكن رغم الخلاف الاخير اللي حصل بينهم، ودي ما تبقى في مصلحه. برايك افضل لاعب في البطوله اليوم ينحصر بين دياز ولوكمان؟ يعني بس انا بالنسبه لي ممكن لوكمان هو يعني الاكثر تاثيرا يعني مع المنتخب النيجيري، ولكن دياز طبعا في بدايته مميز رائع.
ظهر بشكل كويس جدا مع المنتخب المغربي، حل كتير مشاكل المنتخب المغربي زي ما قلنا في المرونه التكتيكيه بالنسبه لوليد الركراكي. فوز كمان المنتخب المغربي في توقيتات صعبه جدا بالنسبه للمنتخب المغربي. احنا شفنا المنتخب المغربي يا جهاد المباريات صعبه عليه، يعني بيفوز واحد بالعافيه، وكان هو حل من الحلول اللي هي مباريات صعبه ولا وليد الركراكي مصعبها على نفسه؟ يعني انا شايف يا كل المباريات صعبه، مفيش مباراه سهله، ولكن جميع الفرق اللي لعبت المنتخب المغربي مباريات كلها اللي عدت. لانه هشام كان يقول انه كان يقوم باجراء تغييرات لا نفهمها، صحيح. ودي حقيقه صحيح، وهذه في البدايه، وشفنا حتى تغيير بعض الاحيان، غيرنا مكان في مكان وما عطاناش ذاك الاضافه اللي كنا تنريدو بالضبط في المقابله الاولى. المقابله اللي عطاتنا ذاك الوجه الحقيقي، لا في الطريقه لا في الهويه لا في انتصار باقناع، هي مقابله زامبيا. هذه حقيقة. وأحيانا الوقت اللي كان التغيير لم يكن بالطريقة الممتازة. مشينا المقابلة الأصعب اللي هي المقابلة اللي كانت تكون سهلة، الآخرة فزنا بشق الأنفس، ورغم أن المدرب اعترف بأن كانت هناك أخطاء، وبداية 25 دقيقة المغرب لم يكن جاهزا. لكن الخصوم هم انصعبوا على المغرب والركراكي هذه المباريات. دائما خصك تعرف، أنت دائما تلعب مع واحد الخصم، فانت ما تعرفش الخصم واش غادي يجي عندك او ينتظر كثير. حنا كنا تعرفوا المنتخب اليوم كل المنتخبات اللي واجهت المغرب لعبت بدفاع وحنا لعبنا مقابلات اكثر من 16 مقابله، اوكي انتصرنا فيها، وكنا على علم بان المنظومه ديال الفرق الاخرى سترجع للوراء، بمعنى ان الخطا غير مسموح ومش شي حاجه اللي هي جديده عندنا. والخوف هو في المرتدات، وهذا إلا نتكلموا عليها في الكاميرون. ذاك اليوم كنا محظوظين لأن الفريق الخصم تنزانيا لا يجيد جيدا المرتدات، أما الكاميرون فغير. فالكاميرون السرعة، الكواليتي، الانديفيديال، الاستحواذ والليونة التكتيكية والسرعة في التحولات هم تيفوتونا لكن بكتير. أنت قلة الفرص، يعني المنتخب المغربي ما ميزوا في هذه النسخة حتى اليوم قلة الفرص عليه. يعني عامل خط دفاعي في وسط الملعب قبل أن يصل مهاجمو الخصوم حتى نتكلموا على المغرب. لا المغرب نعم. أوكي. نعم، هذه مسألة تحسب لوليد الركراكي ولا ارتباك الخصوم؟ لا ليس ارتباك الخصوم. انت اولا منتخب تتلعب في بلدك، انت عندك واحد المنظومه تكلمنا عليها كثير، والدليل الوقت اللي كان لعب في كاس العالم في 2022 كان تيلعب بالبلوك، نقولوا نازل وبلوك في الوسط ينتظر ويلعب على المرتدات. اليوم ما يمكنش انت تنتظر، فانت صاحب المبادره، فدائما تنتكلموا وين حطوا البلوك، واش نرجعوا حنا للوراء والفريق يلعبوا على المرتدات؟ ما يمكن. واش حنا نمشيو، وهذا هو المغرب، نكونوا حنا صاحب المبادره ونلعبوا في نقولوا في نفس ملعب الفريق الخصم، هذا هو المغرب. ولكن لازم خصنا نفهموا بان هناك منتخبات اخرى القوه الضاربه ديالها في الانتظار وتلعب لك على المرتدات، وهذه اللي غادي تشوف. يعني اليوم اذا سالتك عن وليد الركراكي، مدرب يفضل الهجوم ام الدفاع؟ هو اللي اعطانا الاشارات ديالو دائما هو الدفاع وتلعب على الهجوم، يؤمن خطوطه الخلفيه. والدليل الا شفنا حتى المنتخب الجزائري وين قوته هو متماسك صلب دفاعيا وتمشي بامان الى الهجوم. احنا العكس، الا شتي عندنا مشاكل كثيره دفاعيه الوقت اللي تنمشيو وبين الربعه والخمسه فتلقاو مشاكل. والدليل مع تنزانيا الوقت اللي مشينا في بدايه المقابله ربحونا على الاظهره ديالنا اما بالثقل او حيث انت تكون تلاعب دائما في الامام، من سهل ان تضرب على من الدار ديالك في المرتدات. فالخوف هو دائما متى تلعب مع فرق اللي هي قويه، مش الرجوع ديالها خوفا منك، بل هي رسم منظومه تكتيكيه لضرب المنتخب المغربي عندما يكون في المبادره. واللي تعطي القوه للفرق الاخرى هي السرعه الممتازه في التحولات وجوده اللاعبين في انهاء نقولوا الهجمات. طيب نعود مره اخرى مشاهدينا الى ناتالي لاستكمال فقره الصحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأسود يختتمون التحضيرات لمواجهة الكاميرون، تركيز كامل واستعداد تام لربع الكان.
اختتم المنتخب الوطني المغربي استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الكاميروني غدا لحساب ربع نهائي كأس إفريقيا بإجرائه حصته التدريبية الأخيرة مساء اليوم بمركز محمد السادس بالمعمورة. شهدت الحصة الأخيرة جوا من التركيز العالي والانضباط والالتزام الكامل من جميع اللاعبين نظرا لأهمية المباراة في مسار المنتخب المغربي في البطولة القارية. ركز الطاقم التقني بقيادة وليد الركراكي في الحصة التدريبية الأخيرة على وضع آخر اللمسات التكتيكية عن المجموعة في أجواء جمعت بين الجدية والمسؤولية والثقة. عرفت الحصة حضور عز الدين أناحي الذي صمم على مؤازرة زملائه قبل المواجهة رغم أن الكان انتهى بالنسبة إليه بسبب الإصابة، فيما ما زال الغموض يلف إمكانية عودة الثنائي غانم سايس وسفيان أمرابط لأجواء التنافس بعد الإصابة التي أبعدتهما عن المجموعة في المباريات الأخيرة. وحسب البروتوكول المعمول به تم فتح أول 15 دقيقة من الحصة أمام وسائل الإعلام المعتمدة والتي أظهرت حماس اللاعبين واستعدادهم لمواجهة الكاميرون من نيل بطاقة العبور إلى نصف النهائي. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على المتابعة. لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك لنواصل العمل. شكرا.